السلام عليكم واهلا بيكم معايا وفيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا، وكمان هنغلفها بطريقة بسيطة جدا هتجذب ولادنا وهيحبوها جدا وهياخدوها كمان معاهم في اللانش بوكس. في فيديو النهاردة كمان هنغلف مع بعض الكوكيز بتاعة الفيديو اللي فات، قلت لكم هغلفها معاكم بطريقة سهلة جدا، فكملوا الفيديو للآخر هيعجبكم جدا. يلا بينا بقى نبتدي الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة حطيت في بولة كوباية من السكر وحطيت عليهم بيضتين، وبدأت ان انا اضربها ضربتين كده بالمضرب. ممكن تستخدمي المضرب اليدوي، الخلاط، اي حاجة متاحة عندك. هي وصفة سهلة جدا ومش بتحتاج ادوات ولا اي حاجة. كمان هنحط مع البيض رشة من الفانيليا وهنكمل ضرب، وبعد كده هننزل عليهم بكوباية من الحليب وبنكمل ضرب. وزي ما متعودين معايا بسيب لكم المقادير كلها مظبوطة في صندوق الوصف عشان ترجعوا لها في اي وقت. هبتدي بعد كده انزل عليهم بكوباية من الزيت وبكمل ضرب. انا عملت لكم المقادير دي قبل كده في فيديو الكب كيك بتاع سندريلا، هي نفس المقادير، ولكن النهاردة هنعملها بطريقة سهلة جدا وهنعملها في ميني كب كيك صغننة جدا هتعجبكم ان شاء الله. بعد كده ببتدي اجهز المواد الجافة. عندي كوبايتين ونص من الدقيق المنخول، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح وقلبتهم كده مع بعض. بعد كده بحطهم على الخليط السائل. بقلب بقى كل المكونات بالشكل ده لحد ما الدقيق يختفي، وبعد كده ببتدي اجهز اكياس تلاجة او اكياس حلواني علشان ابتدي احط فيها الخليط بالشكل ده. انا عملت جزء بالشوكولاتة وجزء بالفانيليا، وعملت منها فتحة بسيطة علشان ابتدي احطه في الورق بتاع الميني كب كيك بكل سهولة. ببتدي بعد كده ارص الورق بتاع الميني كب كيك. القالب الاحمر ده بتاع الكيك بوبس، انا لقيته نفس مقاس ورق الميني كب كيك فرصيته فيه بالشكل ده، وبدأت ان انا احط فيه الخليط بكل سهولة. طبعا بكون مشغلة الفرن بتاعي علشان يسخن، واول ما بخلص بدخله الفرن على طول وبختبره بالستيكس، لو خرجت نظيفة يبقى هو كده استوى. بخرجه بقى من الفرن وبشيله من القالب، وبحط بقى كمية تانية، برص ورق تاني وبحط كمية تانية لحد ما بخلص الكمية بتاعتي كلها. ده شكله لما خرج من الفرن. ببتدي اجيب طبق وبرص فيه الكمية اللي استوت، وزي ما قلت لكم برص تاني ورق كب كيك وبحط فيه خليط وبدخله الفرن وبفضل اسوي بقى لحد ما بخلص الكمية بتاعتي كلها. ده شكله بقى طري جدا وطعمه كان حلو جدا. ده الجزء اللي هو بالشوكولاتة. وده شكله بقى اللي هو بالشوكولاتة، شكله حلو جدا وكمان طعمه وريحته حلوة جدا وكمان طري. خلصت بقى تسوية الكمية كلها، ودي الكمية اللي طلعت معايا كمية حلوة جدا. هنبتدي بقى نغلفها مع بعض ونجيب كمان الكوكيز اللي عملناها في الفيديو اللي فات وكمان نغلفها. دي الحاجات اللي انا هغلف بيها. دي اكياس بتستخدم للاكسسوار وكمان التوك. ممكن تستخدميها في ان انت تغلفي بقى بيها الكيك بوبس وكمان الكوكيز. وده ستيكر انا جبتهم من المكتبة، سهلة جدا يعني مش مكلفة ولا حاجة. بدأت ان انا اغلف. حطيت كده اتنين من الفانيليا واتنين من الشوكولاتة وحطيت عليهم ستيكر. طبعا في انواع كتير جدا واشكال كتير جدا، وممكن كمان نطبع صور من اللي ولادنا بيحبوها. دي كانت حاجة سريعة كده انا جبتها من المكتبة. كمان في جزء تاني انا هعمله معاكم بالشوكولاتة. حطيته كده في شوكولاتة خام مسيحاها على حمام بخار، وكمان حطيت عليها سبرينكلز ملونة كان شكلها حلو جدا. كمان هنغلف مع بعض الكوكيز بنفس الطريقة، حطيت واحدة في كل كيس وحطيت عليها ستيكرز من فوق. جربي الوصفة دي هتعجبك جدا، كمان هتعمل معاكي كمية حلوة جدا تقدري كل يوم تديهم منها في اللانش بوكس، هتبقى حلوة جدا. وكمان هتبقي ضامنة نظافة الحاجة اللي أكلوها. ده الجزء اللي هو بالشوكولاتة، حطيت 3 في كل كيس وغلفتهم بنفس الطريقة وحطيت عليهم ستيكرز من فوق بالشكل ده.
دي بقى هفتحها معاكم، شوفوا شكلها بقى من جوه عاملة ازاي، حلوة جدا. بنرصه بقى بالشكل ده، عمل معايا كمية حلوة جدا. لو انت بقى عندك جروب وحابة تنشطي من الجروب بتاعك وتعملي فيه فكرة جديدة، الفكرة دي حلوة جدا. حطي بقى في الأطباق اللي هي الفل، يعني أبسط حاجة ممكن ان انت تكلفيها يعني. جيبي أطباق من اللي هي الفل العادية جدا، حطي بقى واحدة من الكوكيز معاها كيس من الميني كب كيك وغلفيهم بطريقة حلوة جدا، وحطي بقى أسعار حلوة كده تجذب الناس، والفكرة هتعجبك جدا. انا عملت الفكرة دي عندي على الجروب، كانت فكرة حلوة جدا وعجبت ناس كتير جدا، ولحد دلوقتي كمان لسه بتطلب مني علشان الحاجات بتاعة المدرسة. فتقدري ان انت تنفذيها عندك في الجروب، هتبقى حلوة جدا وهتعجبك جدا. كمان نقدر ان احنا نعملها لولادنا في البيت، وكل يوم نديهم كيس من الميني كب كيك او كيس من الكوكيز، هتعجبهم جدا، وهنقلل من المواد الحافظة وهنحافظ على صحة ولادنا. وبس كده، ده الشكل النهائي للميني كب كيك اللي عملناها مع بعض، وكمان غلفناها بطريقة سهلة جدا وحلوة جدا، وكمان ولادنا هيحبوها، وهنكون ضامنين ومحافظين على صحتهم ومقللين من المواد الحافظة والحاجات الجاهزة. يا رب الفكرة تكون عجبتكم. لو الفكرة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشجعوني علشان اعمل لكم فيديوهات تانية كتير، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير. شكرا لكم ومع السلامة.